جوزيف غوبلز وزير الدعاية النازية في حكومة هتلر، أحد أشهر غاسلي الأدمغة على مر التاريخ، من أهم أعمدة النازية وصانعين مجد هتلر. اخترع غوبلز نظرية التأطير، وهي نظرية توهم الشعب بأنه يختار، بس هو ما يختار إلا ما تريد الحكومة أن يختارها. أبسطها لكم، لما تزور صديقك ببيته ويسألك شنو تشرب، شاي لو قهوة، فهو هنا ألغى من عقلك بقية الأشياء المتاحة وخلاك تختار شغلتين يوافق هو عليهم. يعني قام فعليا بتأطير عقلك. يمكن بعدها صعبة شوية، خليني أبسطها لكم. لما أم تقول للطفل هل راح تنام بالسبعة أم بالتسعة، فهنا الطفل راح يختار التسعة ويحس بالانتصار وفوز بالمفاوضات مع أمه، بس هو ما يعرف أن أمه تريده ينام بالتسعة وخلت الشيء اللي تريده خياره المفضل. وهاي النظرية اللي تعتمد عليها الدول الكبرى حاليا. لما خرج جورج بوش بعد أحداث 11 سبتمبر ليقول للعالم إما أن تكونوا معنا أو تكونوا مع الإرهاب، يعني إما أن تكون مع أمريكا أو أنت إرهابي، وإن ما كنت معاها